السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من مركز الفن خدمه ديزل لاصلاح وربط الترمبات والرصاصات. النهارده انا معايا 21 جايه مقسوطه يا جماعه. طبعا جايه مشكلتها بتموت في المطالع، عشان بس الناس تقول لك دي جديده ولا بتموت في المطالع. تمام، بتموت في المطالع ليه؟ هقول لكم طبعا بتموت في المطالع ليه. بص طبعا المنظر بتاع الكوعه ده غلط. الكلام ده كده اهم حاجه تهتم بالفلتر بتاع الهواء. فلتر الهواء يا جماعه لما بيبقى وسخ وفي تراب بيعمل كده، طبعا ما بخالص زيت بيعمل كده. تمام، طبعا ده مش موضوع اللي هو بتموت المطالع، بتموت في المطالع عشان ترمبتها رايحه الشارع. تمام، دي 21 اهي كأننا من اسيوط. تمام، ادي النمر اهي. معانا واحده برده كريستال اهي كأننا برده من اسيوط، دي بتاعت راجل ميكانيكي برده اول مره يتعامل معانا. برده حله ترومبه اهيت والرشاش بتاعتها تتحل. تمام، ورقه ترومبه ورشاط اهيت اتنين بره همت، واحده اهيت وواحده بتتغسل. تمام، واحده يا جماعه على 19 جايه لنا اهي برده حله ترومبه ورشاشات. تمام، هنعرف دلوقتي متصاحبه برده حله ليه زي ما انتم شايفين اهو. دي جايه لنا من السويس. تمام، موديل كام يا صاحبي العربيه دي؟ 13. انت مالك زعلان ليه كده؟ فكها يا عم خليها على الله. دي برده حله ترومبه ورشاشات معاها اهي. جايه منين يا صاحبي؟ منين؟ شيشه هندسه. احسن ناس. وعلى جنبه يا جماعه طبعا. طبعا دي حله برده ترومبه ورشاط اهي. كل العيوب دي عشان عيوب مختلفه، اللي ما بتدورش الصبح، اللي بتغير في الدواره، الكلام ده كله طبعا. تمام، وطبعا جاينا من المنصوره دي حله برده وش اهي، طبعا عشان ايه؟ بتبطل على المطب وبتبرجل. تمام اهي. ايه المشكله يا جماعه؟ بتغيب في الدبور الصبح وبتغيب برضه في الدبور وهي سخنه برضه. وبتدخن في الطلعات، بتبقى ضعيفه في الطلعات. مش كل حاجه يا جماعه حل ترومبه ورشاط، يعني مش كل حاجه احنا بنحل ترومبه ورشاط. جاي منين؟ جاي من منصور. احسن ناس يا باشا. طبعا كل اللي بيحكي ده مش عيب ترومبه، كل اللي بيحكي ده 4 فواني والوش. مش كل حاجه في يعني في اللي هو قاله ده كله بيبقى عيب ترومبه، لا بيبقى عيب ميزان، عيب فواني. طبعا عشان في ناس كتير تحل ترومبات بسبب الموضوع ده. طبعا احسن ناس لف عم. طب منين يا ابو علي؟ جاي من سوهاج مخصوص؟ انا كنت شغال هنا وقلت اعدي عليك. كان ايه مشكلتك في العربيه؟ مشكلتي في العربيه فيها بتتخسع معايا في الطلعه، وفيها بتدوس عليك عشان في عربيه تطلع مش عايزه تطلع. كل ما اجي ادورها على الطب، كل ما الم البدراش على الطب بتطلع. طبعا يا جماعه طبعا حوار البط تدور وبط العربيه دي في الصيف بالذات يبقى الشفط ضعيف، فده لازم غصب عنه حلول ترومبه. ده لازم غصب عنه حلول، بدل حليت ترومبه لازم تحل 4 رشات تراجع عليهم. ليه؟ عشان تظبط جازك مع الترومبه. يعني ال4 رشات حتى لو سلام بس ما تفورهمش، طلعهم من مكانهم حطهم على التريس. تمام، ما تفورهمش اللي انت عشان خاطر تاخد بار الرشاط وتظبط عليه بار الترومبه. لازم الاثنين يتظبطوا. انت طبعا حليت الترومبه وظبطت جازها المظبوط. طب الفواني لو تعبانه او عاوز هتبص هتلاقي هنا العربيه بدات تدخن، بدات تاكل جاز، فلازم النهارده. طبعا الكلام ده انا بقوله للناس اللي هي ما بتعرفش تيجي، او الناس اللي هي ايه يعني بعيد عننا والكلام ده. اي من نفسك رحت في اي مكان قول له حل 4 رشات راجع عليهم، قال لك تمام قول له ما تفورهمش، خدهم كده وركبهم تاني. ليه؟ انا بطلع الترومبه والرشاط عشان الاثنين بالظبط ياخدوا جاز مع بعض، جازهم معين. تمام، وموضوع السحب وموضوع الدوران ان شاء الله بعد ما نخلص هقول لكم برده الدنيا فين. تعالى على بص قدامي طلع المكسر ده ولا ما اتكسرش كده؟ طب زعلان يا عم حد مزعلك؟ الله يروق عليك. انت منين؟ من الارض جنبنا هنا. مالك زعلان ليه كده؟ ده مش مفطرك ولا ايه؟ حاوي 2 بيض هنا والنبي. لا ايه مشكلتك؟ يعني بتشتكي من ايه؟ العربيه بتدخل من لسه مولعه فواني 4700. ايوه ما هي باين عليها الحمد لله. انا عايز اشوفها هي يعني روق عليك بتاعت اكل عيش والله. قول يا رب. انت هتشحت عليا هي يا عم اعمل لك ببلاش. الله الله ما تشغلش دماغك.